السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من راميكو عشاق السيارات. حلقه النهارده يمكن الفنيين والمراكز والورش يمكن يزعلوا مني، ولكن عدى عليا الاسبوع ده في مركز الصيانه مشكلتين، والمشكلتين كان تكلفتهم رهيبه بالنسبه لملاك السياره، فلذلك وجب التنويه. المحترم محترم، واللي عنده ضمير عنده ضمير، مفيش عنده مشكله في حاجه ومش هيزعل من كلامي. الكلام هنا للناس اللي ما عندهاش ضمير في شغلها. بس الموضوع ايه؟ الموضوع ان الاسبوع ده عدى عليا مشكلتين. واحده عربيه شيري تيجو 3، العربيه دي راحت تعمل صيانه، المفروض ان هي بتغير زيت فتيس. فالمهم ان هم شغالين اتقطمت منهم كوعه الميه، تمام، وهم بيفكوا. فالرجاله تعمل ايه بقى؟ مش يغير كوعه الميه ويرحم صاحب العربيه، لا، عشان ما يكلفش نفسه الكوعه هنا، فراح جاي الكوعه دي اتقطم منها ايه الخرطوم ده، تمام. فبدل ما هو يغير دي مثلا او يقول لصاحب العربيه او ايا كان، لا، ده راح جاي عامل ايه؟ راح جاي لاحمها زي ما انتم شايفين بمادتين فايبر، والفايبر طبعا مش هيستحمل الحراره، مع السخونيه راحت دي مقطومه. راحت ايه؟ المفروض ان فينا خرطوم ميه طالع، بسبوزه هو طالع، والبسبوز ده طالع منه الخرطوم ميه. راحت مفضيه ميه التبريد، صاحب العربيه ما خدش باله. العربيه مسكت حراره، بس مسكت حراره لدرجه بقى غبيه، درجه ان المكنه ساحت. يعني هي فضت ميتها، ما بقاش فيها تبريد. زي ما انتم شايفين كل حاجه في المكنه ساحت، حرفيا ساحت. شايفين البساتين من جوه عامله ازاي؟ اه، شايفين ساحت. الكسوفرات حتى بص قفشت، ما عادش راضيه تتحرك. شوف الحراره عملت فيها ايه، وخلاص دقرت. ده طقم كستبان. المصفى بتاعت الزيت ساحت زي ما انتم شايفين هنا كده من الحراره. خلاص. طيب تعالى بقى ترمبه الزيت. انا خلي بالك، انتوا عارفين الفيلم بتاع فاينل ديستنيشن، اللي هو حاجه تجيب حاجه، حاجه تجيب حاجه، لحد ما يحصل الكارثه. نفس القصه. اللي حصل ايه؟ عايزك بس تركز معايا قوي، ركز معايا قوي قوي قوي. الموضوع بدا ايه؟ بدا ان البسبوس الصغير اللي في الكوع ده هم عاملينه بمادتين، مع الحراره قطم والعربيه ماشيه، راحت مفضيه ميتها. المشكله تصميميا، ودي غلطه بيقع فيها كل المصنعين، او قد يكون ان هم عاملينها يعني قاصدين. اللي هي ايه بقى؟ ان حساس الحراره اللي احنا شفناه على الكوع ده، عايز افرجه لكم اهو. بص بقى يا جميل، حساس الحراره ده بيقرا الحراره وبتظهر لك في المؤشر بتاع العدادات من خلال الميه اللي معديه من هنا اهو. هو فين؟ هو بيقرا اهو، شايفين صبعه اهو، هو ده اهو، ده الحساس اهو جوه اهو. فلو ما فيش ميه هو مش هيقرا حاجه. يعني لو ما فيش ميه هنا، لو ما فيش ميه دايره، ولو هي فضت ميتها زي ما هي فضت ميتها كده، المكنه هتسيح وهو مش هيقرا حاجه. ودي غلطه تصميميه. اكيد هم متعمدين، لان مش معقول اكون بفهم عنهم يعني، لان هو ممكن ان هو يتعمل نفس الحساس ده بعيدا عن دوره الميه، او ياخد من على البلوكه نفسها، من على المعدن نفسه. بس هو خلاص هم بياخدوا من على من على الميه، ووقت ما الميه فضيت المكنه هتسيح، وانت المؤشر مش هيرفع معاك. الراجل ما خدش باله، قال لما تلاقي المكنه بتدخن. ايه اللي حصل بقى؟ ترتيب بقى زي ما قلت لكم، الفاينل ديستنيشن او الخطوات التي تسبق الكارثه، اعتبرها كده. الميه فضيت، المحرك ما بقاش فيه تبريد، فبدا ان هو يسيء، درجه حرارته تعلى قوي. فبالتالي لما درجه حرارته علت قوي قوي، فالزيت اللي زي ما احنا شايفين المصفى بتاعت المصفى اللي تحت اللي قبل ترمبه الزيت ساحت. فلما ساحت قطعه من البلاستيك بتاعها راح جاي داخل فين؟ داخل هنا جوه ترمبه الزيت. شايفين اهو، ثبت ايدك اهو. المفروض بقى ان ترمبه الزيت راحت عامله ايه؟ راحت قفشه. شايف؟ قفشت خلاص، لان الجزء اللي ايه البلاستيك اللي دخل جوه اللي ساحت، حاول تحركها، حاول. شايفين بتعض ازاي؟ طيب المهم ان هي قفشت يعني ايه؟ مسكت في مكانها، ما بقاش في تزييت في المكنه، ما بقاش في تزييت، فكل المكنه دارت من غير زيت. خلاص. فدارت من غير زيت، فايه اللي حصل؟ بدات انها تكسر نفسها، بدات تاكل نفسها. خلاص. من زمان شايفين الترس نفسه هو اتضرر، الترس نفسه هو اتفلق. شوف الترس ليه؟ المفروض الترس ده بياخد حركه من على الكرنك، فالنهايه ان المكنه دقرت، قفشت في بعضها، المحرك ده راح باظ. المفروض الطبيعي ان احنا نغير مكنه كامله ببعضها، ولكن انا ان شاء الله هحاول ان انا ربنا يوفقنا، وفي اجزاء هتتغير اكيد اكيد طبعا هتتغير، وفي اجزاء تانية ان شاء الله هنعالجها وترجع تدور تاني ان شاء الله. ادعوا لنا بالتوفيق. خلاص. يبقى دي مشكله. المشكله دي يعني هو لو هيغير موتور النهارده 70 80 الف جنيه. انتوا متخيلين؟ 70 80 الف جنيه عشان واحد ما عندوش ضمير كسر بسبوس بتاع ميه وراح جاي لحمه بمادتين، بدل ما يغير ايه الكوع ببعضها. الكوع ببعضها بكام يا جميل؟ ب 700 جنيه. يعني لو تبعت اجيبها ب 700 جنيه. طب 700 جنيه ولا 70 الف جنيه؟ حلال ولا حرام؟
وكل عشان ايه؟ ما يقولش لصاحب العربيه. لا، حصل معاك مشكله قول لصاحب العربيه، تتحملوها مع بعض، هو يتحملها انت تتحملها، بس ارحم بكتير من الغلطه دي. عربيه تانية برضو في نفس الاسبوع، بيجو 508 الشكل الجديد. العربيه دي انتوا عارفين ان فلتر الزيت بتاعها بيكون في مكان ضيق كده وتحت خرطوم التربو بتاع. المهم ان واحد جاي بيغيره مش عارف طريقته، راح جاي كاسر الخرطوم بتاع التربو بالكوعه بتاعت التربو. الراجل محتاج ان هو يغير تربو، ولو اضعف الايمان غيرنا بس الكوعه دي 10000 جنيه. يعني اضعف الايمان خالص 10000 جنيه. ممكن توصل لكام؟ ممكن توصل ل 40 و50 الف جنيه. ليه؟ عشان واحد بيغير زيت. هو ما بيعملش حاجه، بيغير زيت بس، ما عندوش فهم، ما عندوش ضمير، بيتعافى، ما اعرفش. طيب، الدروس المستفاده انك ما تسيبش عربيتك لحد. يعني في حد صنايعي انت رايح له، حتى يعني هنقول ايه، حتى لو بتغير زيت، حتى لو بتغسل العربيه، لان برضه غسيل العربيه من ضمن المصايب الثانيه. انت رايح تغسل عربيتك عادي، يروح فاتح الكبوت وغاسل المكنه، طير لك ضفيره، طير لك كنترول، طير لك مش عارف ايه، عمل لك اي 30 مصيبه. اللي تطلع من عنده تلاقي الفتيس بينتش، تلاقي العربيه بتطفي، تلاقي العربيه بتبرجل، بتقطع. كل ده وارد. ليه؟ عشان هو غسل الموتور وممكن ما يقولكش، اشتغل بدماغه. ودي برضه بتعدي عليها كتير قوي، حكايه غسله الموتور دي. تمام، دخل بنزينه، الرجاله حبت توجب معاه، راحوا فاتحين الكبوت، برغم ان اي كبوت هتفتحه هتلاقيه في اشاره كده ممنوع المسدس ده شديد قوي. ممكن بخ بسيط، بخ خفيف كده، مسدس هوا ممكن، انما مسدس الميه ده، الضغط الشديد ده ممنوع. حتى هو اي عربيه هتلاقي مرسوم عليها لما تفتح الكبوت هتلاقي علبه الفيوزات معمول علامه صليب كده على مسدس ميه. خلاص. طيب، النصيحه، ما عادش تسيب عربيتك لحد الا اذا كنت انت حد ضامنه قوي، حد انت متعامل معاه قبل كده، حد عارف ان هو فاهم وامين، ماشي. غير كده عينك مع عربيتك. مش هقول لك ان انت تضايق الفني وتفضل واقف على ايده طول النهار لما تخنقه، لان في فنيين كتير ما بيحبوش الكلام ده، وفي اصحاب مراكز واصحاب ورش مش بيسمحوا بالكلام ده، وفي طبعا التوكيلات مش هتخليك تشوف العربيه وهي جوه. ولكن راجع على عربيتك، صور الحاجه، صور الموتور بتاعك قبل ما يدخل الصيانه وبعد ما يخرج من الصيانه، وقارن انت الصور حتى. تمام، لو حتى مش هينفع ان انت تقف على العربيه، بس على الاقل تبقى شايف ايه اللي تم فيها وايه التغيرات اللي حصلت. انما ان انت تطلع بمصيبه زي اللي احنا فيها دي، انا بقول لك الاسبوع ده بس مصيبتين، والمصيبتين بمبالغ. وبس مجرد ان هو صاحب العربيه راح سايبها تعب الله الصيانه، راح اخدها وماشي ودفع فلوس ومشى وخلاص. لا، احذر احذر. الفيديو ده مهم جدا، حاولوا ان انتوا تشيروه لكل الناس. دوس اعجاب، ولو كان ده حصل معاك قبل كده عند اي حد اكتب لنا تجربتك علشان الناس تستفاد من تجاربكم. يعني اكتب اسمك ومكانك، وانا في محافظه كذا وحصل معايا 1 2 3. اكتبوا لنا ده في التعليقات، وحاول انت تشارك الفيديو ده في كل مكان عشان الناس تستفاد من المعلومه، لان الموضوع خطير جدا ومهم جدا. وزي ما قلت لكم، ممكن بتعمل صيانه بسيطه قوي زي تغيير زيت تطلع من عنده بخساره كبيره قوي، الراجل 70000 جنيه رايحين منه في مجرد ان هو كان بيغير زيت. اتفقنا؟ دي كانت نصيحه مني ليكم. اشوفكم باذن الله على خير في تريكات جايه كتير وحاجات جايه اكتر. والسلام عليكم.